السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا بنتكلم معاكم عن أسباب وفحوص تأخر حدوث الحمل عند الزوجين بعد الانتهاء من الفحوص المعملية وفحوص السونار والأشعة زي ما اتكلمنا قبل كده، وبعد تصحيح كل الأسباب العامة زي ما اتكلمنا. لو الأمور دي كلها طبيعية بنبدأ نلجأ للفحوص الأكثر تدخلا زي الأشعة بالصبغة على الرحم ومنظار الرحم ومنظار البطن. الحقيقه فحص الاشعه بالصبغه مهم جدا بالدرجه الاولى في حالات تاخر الحمل الثانوي، ودي الحالات اللي بيكون سبق ليها انجاب قبل كده وحصل تاخر حمل لمده سنه او اكثر مع عدم استخدام حبوب منع حمل، ومع بالرغم من حياه زوجيه منتظمه. الحالات دي خصوصا لو سبق ليها ولاده قيصريه قبل كده او جراحه في البطن لاي سبب اخر، سواء استئصال كيس، استئصال ورم ليفي، او اي سبب جراحي. أي عمليات جراحية في البطن قد ينتج عنها بعض الالتصاقات اللي بتؤدي إلى انسداد الأنابيب. فحص الأشعة بالصبغة بيقدر يقيم حالة التجويف الرحم مع الأنابيب، بمعنى إنه لو في أي اضطراب في تجويف الرحم زي التصاقات أو في ورم ليفي أو حاجز رحم أو انسداد في الأنابيب أو حتى التصاقات في الحوض، بتقدر تبينها الأشعة بالصبغة. دمتم بخير، شكرا لكم، نشوفكم على خير إن شاء الله.